سيد محمود الشناوي، كيف تقرأ هذا الملف؟ يعني أولا هذه الجريمة ليست الأولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة طالما وجدت قوات احتلال وشعب أعزل ناس يقادون إلى الحرب أمثال هذا الجندي بدون عقيدة واضحة وبدون يعني اقتناع واضح بتلك المهمة التي هي من المفروض مقدسة. مهمة عسكرية يجب أن تكون مقدسة ذات أهداف واضحة يخوضها الجنود باحترام كامل ويؤدون فيها مهمة لها نتائج يعرفونها. أما ما يحدث في أفغانستان هو مثل ما حدث في العراق ومثل ما حدث في الصومال ومثل ما حدث في أماكن أخرى من العالم. أرادت الإدارة الأمريكية في عهد هذا المدعو جورج بوش الابن أن تفرض سيطرتها العسكرية وتتواجد بشكل إمبراطوري داخل أركان محددة من العالم تعتبرها مناطق تمثل خطرا وتهديدا على أمنها داخل واشنطن أو نيويورك. ومثل هذه الحادثة تكررت كثيرا سواء في العراق أو في الصومال. كم من الجنود قتلوا عائلات بأكملها، وحادثة أو مجزرة حديثة ظاهرة يعني في أذهاننا ما زالت، ومجازر أخرى مثل مجزرة الإسحاقي وغيرها من المجازر التي ارتكبت في حق الشعب العراقي سواء بشكل فردي على غرار هذا الجندي أو بشكل ممنهج من خلال قصف جوي أو ما إلى ذلك. المشكلة أن الحرب التي تخوضها أو خاضتها أمريكا خلال السنوات العشر الماضية كانت كلها حروب خارج سياقات العقل والمنطق وحتى الاقتصاد. الاقتصاد الأمريكي تضرر كثيرا بسبب تلك الحروب، وانخفض التصنيف الائتماني بسبب الخسائر الأمريكية الكبيرة، وأصبحت هناك فجوة بين الجنود الأمريكيين وإداراتهم ممثلة في وزارة الدفاع وفرقهم العسكرية بسبب عدم اقتناعهم بتلك الحروب التي تصيبهم بالأمراض النفسية التي يصعب علاجها حتى بعد عودتهم إلى بلدهم. وأنا أتصور أن هذا الحادث يعني لا يخرج عن هذا النطاق. شخص مريض نفسيا ومختل عقليا إلى حد كبير يرتكب مجزرة يعني ليست مبررة وليس لها أي داعي سوى أنه أراد فقط أن يقتل، سواء لمجرد الشعور بالكآبة أو الرغبة في رؤية الدماء. نعم، مجند أمريكي هل يعقل أن يكون مجند مختل عقليا؟ كثيرون هو ليس ولا يذهب إلى ساحة القتال مختل عقليا، ولكن ما يراه من وقائع وأحداث ولا يعرف لماذا يحارب ومن هو العدو الذي يجب أن يحاربه. كل هذا يصيبه بأمراض نفسية لا تنعكس فقط على علاقته بالميدان كما حدث في مثل هذه الجريمة وغيرها، ولكن تنعكس على علاقته حتى بعائلته ومجتمعه الذي يعود إليه وهو غير جاهز نفسيا لممارسة حياته العادية. هل من المعقول حينما تطلب الجهات الأمنية في أفغانستان يعني محاكمة هذا القاتل يفاجأ الجميع بأنه تم ترحيله إلى أمريكا؟ ولماذا يفاجأ؟ هذا أمر معتاد. منذ متى وأي جندي أمريكي يحاكم خارج أمريكا وفي دولة هي محتلة بالأساس؟ ليست مفاجأة أبدا. هذا هو العرف الذي تسير عليه الإدارة الأمريكية. يعني بعض الجنود الأمريكان في العراق حينما يعني شعرت القيادة بأن في نفسهم ضيق من الجلوس في العراق أرسل بهم إلى أفغانستان، فمن الواضح أن من هم في أفغانستان أغلبهم أصبح في نفسهم ضيق وأن نفسياتهم يعني حالتها صعبة. يعني إذا هذا السيناريو متوقع سيد محمود؟ أكيد طبعا. أنا يعني الوضع الظروف التي يعمل فيها الجنود الأمريكيون في مناطق خطرة مثل العراق وأفغانستان وغيرها مناطق أصلا هي وعاء عدائي لهم. يعني هم يرون نفسهم أعداء لا لشيء إلا أنهم أمريكيون، وهذا يؤدي طبعا إلى مشاكل نفسية كبيرة يعلو على أنهم يكلفون بأوامر قتل واعتقال وأحيانا تعذيب هم غير راضين عنها، ولكنهم لابد أن ينفذوا الأوامر. أما مسألة المحاكمة هذه أنا تحضرني هنا الحادثة التي وقعت في ساحة النسور غربية العاصمة بغداد، وكان أبطالها الأراذل ليسوا جنودا أمريكيين ولكنهم كانوا عناصر من شركة أمنية خاصة هي بلاك ووتر. نعم. أيضا لم تجري محاكمتهم على الأرض العراقية وأخذوا أحكام مخففة جدا. فهذا هو عرف سائد بالنسبة للأمريكان الذين يعتبرون نفسهم أسياد العالم وما دونهم لا شيء. إذن يجب على الجميع أن يأخذ حقه
بنفسه، ولا داعي أن ننتظر إلى شيء، أو على الأقل يجب أن نذهب إلى القيادات الحكومية وإلى البرلمانيين من أجل أن يأخذوا أو أن يأتوا لنا بحقوقنا التي قد سلب بالفعل أمام أعيننا. أشكرك الأستاذ محمود الشناوي، نائب مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أشكرك شكرا جزيلا.